السلام عليكم نوناتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. الوصفة تاعنا تاع اليوم كما راكم تشوفوا هو خبز الدار. يجي هذا الخبز هايل مقطن خفيف، يعني يتكل وحده. انا مالفه نديرو صالي، ما نكذبش عليكم، نديرو مع الشوربه مع لا سوب مع انا اليوم كما صبت كامل واش ندير مع القهوه. نط نديرو يعني قهوة العصر، فيه تغييرات خفيفة ماشي بزاف. حبيت نديرو نشارك معكم الوصفة. نروحوا لهنا الوصفة مع بعض. عندي 2 كيسان تاع حليب دافي، نزيد نضيف 4 كاس تاع زيت. هنايا عندي 2 حبات بيض، نحيت صفار حبة خليتها على جي باش نديرها على الوجه. هنا عندي مغرف بيان بومبي تاع خميرة تاع الخبز. هنايا ندير 5 مغارف سكر. حبيت نقولكم برك اذا حبيتوا ديروا صالي ديروا غير مغرف واحدة تاع سكر، وخلوا الوصفة كيما هي. ندير هنا قريصة تاع ملح، لافاني بيان سور في الصالي ما ديروش لافاني ولا زيت دو سيترون. هنا انا راني درت لافاني وزدت قشور تاع القارص. هنا درت باكي تاع خميرة كيميائية وزن 10 غرام. واللي يحب ديروا كيما انا نحب ندير سانوج وحبت حلاوه درت شويه. وديروا هنا مغرف صغيره تاع خل. هنا انا ما عنديش خل ابيض، من الاحسن ديروا خل ابيض. ونخلط كامل هذو المقادير بالفوي. خلطوه مليح. هنا نبدا نضيف الفارينه. هنا درت الكاس الاول ونخلط بالفو، يعني ما نتوشيش في هذه الوصفه كامل يدي. ندخل الفارينه بيان. ندير الكاس الثاني ونخلط. نزيد الكاس الثالث ونزيد هنا الكاس الرابع. انا الكاس الرابع ندير النص فقط ونشوف، يعني مضارية انا تجيني 3 كيسان ونص، يعني على حساب الفارينة. هنا نزيد النصف الاخر. نخلط مليح. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. هنايا نحي هذاك الفوي ونجيب لا سباتول وندير هذه الحركه، يعني نبدا نخبط فيه لمده من 4 دقائق حتى ل5 دقائق، حتى نشوف الخليط تاعي يعني ولا يجيني فيه فقاعات ويبدا شويه يبان لي ليس. يعني هذه الحركه مهمه لهذا الخبز باش يجيكم خفيف. هنايا نغطيه ببابي سيلوفان ونغطيه ونخليه يخمر. هنا نخليه يخمر المرة الأولى ونعاود نرجع له. هنا بعد ما خمر لي شوية نخسر له الخمور ونعاود نخبطه للمرة الثانية.
ثاني لمدة 5 دقائق. نعاود نغطيه ونخليه يخمر يعني المرة الثانية. يعني أنا هنا ما كانش عندي الوقت، يعني درتو يخمر غير 2 مرات. نتوما إذا كان عندك الوقت خسروا الخمور 3 مرات باش يجيكم خفيف خير من هذا. هنا شوفوا كيف ضاعف الحجم تاعو. هنايا وش ندير؟ نخلطو هكا خلطة خفيفة. نجيب السنيوة يعني اللي راح نديرها يعني حندير فيها هذا الخليط. درتها دهنتها كامل بالزيت، ومن بعد يعني انا كيما انا نحب الخبز تاعي ما نحبو خشين بزاف، ما نحبو رقيق، نحبو متوسط. درتو في هذه السنيوه شويه كبيره. مي كيما نتوما يعني كاين بزاف اللي يحبوه طالع بزاف، ديروا سنيوه اصغر. هنا كي تحطوا الخليط يعني الخليط في السنيوه، عاونوا يعني ديروا بيديكم، يعني ديروا شويه زيت في يديكم وبداو حلوا العجينه تاعكم. هناني نعاون روحي بهذه الكوبات يعني باش يجيني السطح مستوي. هنا جبت هذيك الصفار اللي خليتها من 2 حبات بيض، درت لها شويه حليب وخلطت، وانا ندهن كامل السطح تاعي بالصفار. وجبت شويه جلجلان. نتوما واش حبيتو ديروا. انا منين ذاك نديرهم لي زاموندي فيلي، يعني كيما يعني كل واحد واش يحب. وهنا نزيد نخليها تخمر يعني واحد ربع ساعة ولا 20 دقيقة، ونعاود ندخلها للفوخ. هذا هو الخبز الدالي درتو معكم، يعني درتو للقهوة، درتو سكري طابلي من التحت، ومن بعد كي طابلي يعني وطلع الحجم تاعو شعلت له من الفوق. شوفي كيفاش جا محمر، جا هايل وخفيف مقطن، يعني ما تشبعوش منه. كما كم تشوفوا انا درتو هكا الحجم تاعو متوسط، ما درتوش عالي بزاف، يعني نحبو انا هكا. وانتوما واش حبيتو؟ المهم هذه الوصفة تستحق التجربة، ودعموني باشتراك وجيم. على خير مع وصفات أخرى.